لو بتتعلم فرنساوي وبتحس انك فاهم الكلام اللي بيتقال بس مش عارف تتكلم، يبقى الفيديو ده ليك. اهلا بيكم، معاكم مدمزيل فرنش. وفي الفيديو ده هنتكلم عن تقنية خرافية هتغير طريقة نطقك للفرنسية تماما، الا وهي الشادوينج. طيب ايه هو الشادوينج؟ الشادوينج ببساطة هو انك بتسمع ناطق فرنسي وبتردد الكلام اللي بيقوله. ازاي؟ يعني مثلا انك بتشغل فيديو لواحد فرنسي بيتكلم وانت بتردد وراه الكلام اللي بيقوله في نفس اللحظة، كأنك ضل لصوته. ده تمرين بيخلي مخك ولسانك يشتغلوا سوا، بيعودك على النطق والإيقاع والنغمة الحقيقية للغة الفرنسية. ليه الشادوينج أصلا فعال؟ لأنه ببساطة بيدرب ودنك على سماع التفاصيل الصغيرة، بيعود او بيمرن بقك انه ينطق الحروف الصعبة، دوت ثقتك في التحدث بطلاقة وبسرعة رهيبة. تتعلم الجمل وكأنك بتغني مش بتحفظ كلمات وخلاص. طب ازاي نعمل الشادوينج ده؟ عندي 5 خطوات وسهلين جدا. اول حاجة ان احنا بنختار فيديو او البودكاست اللي هنتدرب عليه. زي مثلا عندي قنوات يوتيوب اسمها فرنسي اوتنتيك، هحط لكم لينك القناه في الديسكربشن بوكس. عندي قناه تانية اسمها انر فرنش، ده ممتازه للمبتدئين وكمان المستواهم بيئه ادو. طيب انا مثلا عن نفسي هختار انر فرنش، ده بودكاست. وكمان لو انا مش هعرف اجيب السوتتر اللي هو الترانسكريبسيون، اللي هو الكلام اللي بيتكتب على الشاشه وانت بتسمعه بالفرنساوي، فهندخل على موقع على جوجل اسمه لانجويج رياكتور. الموقع ده تحفه جدا، عليه كل لغات العالم. طيب بنختار اللغه الفرنسيه وبعدين بندخل هنلاقي عندي في الشريط فوق اسمه بودكاست، هنختار البودكاست وهنختار منه انر فرنش. بعد كده بندخل على الابيزودز بتاعه الانر فرنش ونختار اي حلقه، وبعدين هو بيتكلم بالراحه وهتلاحظوا معايا في الفيديو لان انا هعمل معاكم دلوقتي اكزامبل. بعد ما بنختار البودكاست والكلام موجود على الشاشه قدامي، فاول حاجه هنسمعه مرتين بتركيز وبعدين نقوم نكرر الكلام اللي هو بيقوله. كرر حتى لو مش فاهم كل حاجه، اهم اننا نركز على النغمه اللي احنا سامعينها ونقلدها بالظبط. ركز على النغمه والسرعه، ومش لازم ننطق صح بنسبه 100%، مش لازم، لان احنا لسه مبتدئين على التمرين ده. الخطوه الخامسه ان احنا نكرر التمرين ده كل يوم لمده 10 دقائق. على الوقت هتحس بفرق وهتلاحظ بفرق كبير جدا في النطق وفي سماع اللغه الفرنسيه. ما تيجي مع بعض نعمل الشادوينج ده وازاي بنعمله بدل ما نقول كلام وخلاص. تعال نعمل تجربه حقيقيه. Aujourd'hui, je pense qu'une des choses les plus importantes pour apprendre une langue, c'est de changer de perspective. Alors, par le passé, je vous ai recommandé, je ne sais plus dans quel épisode, mais je me souviens vous en avoir parlé, je vous ai recommandé d'avoir un objectif SMART. Oui, je pense qu'une des choses les plus importantes pour apprendre une langue, c'est de changer de perspective. Alors, par le passé, je vous ai recommandé, je ne sais plus dans quel épisode, mais je me souviens vous en avoir parlé. Je vous ai recommandé d'avoir un objectif SMART. بس كده، هو انك بتسمع الفيديو مرتين 3 وبعدين بتبدأ تكرره وبتسمع نفسك. كرره واعمل التمرين ده، انصحك كل يوم. وده انا شخصيا بعمل كده كل يوم، بجيب مقطع او بودكاست مثلا واسمعه وافضل اردد وراه. تعالى اقول لكم على شويه نصايح هتساعدكم جدا في التمرين ده. ما تقفش كتير قدام حاجه انت مش فاهمها او مش واضحه، كمل. ما تكتبش ورا الفيديو، لان التمرين ده سماعي بحت. ممكن تسجل صوتك وتقارن ما بين صوتك وما بين نطقك وما بين النطق الاصلي للفيديو. ابدا جمل بسيطه، يعني مثلا ما يبقاش مستواك دو وتروح تسمع لبيدو، لا، هتلاقي الموضوع صعب وهتلاقي منتش فاهم معظم الكلام اللي بيتقال. فابدا بانر فرنش، ابدا بمستوى بتاعك، وبعدين لما مستواك يعلى عالي المستوى. جرب الشادوينج اسبوع واحد بس وهتلاحظ فرق رهيب في نطقك وفي انك بقيت بتتكلم وبتفهم وبتسمع كويس وبتوضح وفاهم اول الكلام اللي بيتقال. عايزيني اعمل مقاطع للشادوينج كتير؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو حابب تتعلم اللغه الفرنسيه بطريقه ذكيه وسريعه. اشوفكم الفيديو الجاي.